وهو لسه خارج من البيت رايح الشغل الصبح سمع جاره بينادي عليه بحماس: ايه يا عم، جينجر ولدت امبارح بالليل، تحب تيجي تشوفهم؟ قال: يمكن بعدين، انا راجع على الغدا. خلفت كام؟ قال: 9. الكلام كان باين عليه هزار صباح عادي، بس اللي حيره بجد ان الراجل العجوز فجأة شبه الجرو بموسوعة. انت قلت موسوعة؟ ايوه موسوعة، جينجر موسوعة. اخر مرة شفتها كانت كده فعلا، وانت عارف ده يا بيل. بلاش هزار بقى. بيل افتكر ان جارو بيهزر وما فكرش في الموضوع كتير وراح الشغل. بس اول ما وصل المكتب بدأت حاجات مش مفهومه تحصل واحدة ورا التانية. اتصل على عميله دوج قالوا ان النهارده ذكرى سجادة الارضية لجوازهم ال17 وانه خارج يحتفل مع مراته. بيل افتكر انه سمع غلط. معلش يا دوج، النهارده ايه؟ ذكرى السجادة؟ ايوه 17 سنة. اكلمك بكره. وقفل السكة قبل ما بيل يستفسر، وده زود حيرته اكتر. ايه اللي بيحصل؟ ليه كل الناس بتتكلم كده؟ وقت الغدا حصل موقف برضه مش مفهوم. ازيك يا روبي؟ اهلا يا استاذ لوري. تعرف البنت الجديدة في الحسابات باربي؟ ايوه، بقالي فترة اعزمها وفي الاخر وافقت. هتيجي كمان 5 دقايق ومش عارف اخدها فين على ديناصور. فكرت في كابيتول ان، بس حاسس اني كده بوفر. ايه رايك؟ انت ناوي تاخدها على ديناصور؟ ايوه. بيل ما صدقش نفسه. ديناصور؟ يعني ايه ديناصور؟ ازاي الغدا بقى ديناصور؟ كان باين على روبي البراءة، وبيل كان لسه هيبدأ يوعظه، بس روبي قطعه، اعتذر بسرعة ومشي. يا ترى المشكلة فيهم ولا في حاجة غلط عنده هو؟